ليفربول يبدأ حملة الدفاع عن لقبه برباعية مثيرة أمام بورنموث. استهل ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مشواره في الموسم الجديد بفوز مثير على ضيفه بورنموث بنتيجة 4-2 مساء الجمعة على ملعب أنفيلد. وشهد اللقاء الظهور الرسمي الأول لصفقات الريدز الجديدة، أبرزهم الألماني فلوريان فيرتس، والهولندي جيريمي فريمبونغ، والفرنسي هوغو إيكيتيكي، والمجري ميلوش كيركيز. افتتح إيكيتيكي التسجيل في الدقيقة 37، وأضاف كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 49، قبل أن تتوقف المباراة مؤقتا بسبب شكوى لاعب بورنموث الغاني أنطوان سيمينيو من تعرضه لإساءة عنصرية. وعقب استئناف اللعب، نجح سيمينيو نفسه في تسجيل هدفين متتاليين 64 و77 معدلا النتيجة، لكن البديل الإيطالي فيديريكو كيزا حسم التقدم لليفربول في الدقيقة 88، قبل أن يختتم محمد صلاح الرباعية في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع. وسجل صلاح إنجازاً تاريخياً كأول لاعب يحرز 10 أهداف في مباريات الجولة الافتتاحية منذ انطلاق البريمير ليج بصيغته الحالية عام 1992، رافعاً إسهاماته الافتتاحية إلى 15 أهداف و5 تمريرات حاسمة. ويستعد ليفربول لمواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد الاثنين بعد المقبل في الجولة الثانية.